الخير، ازيكم؟ اكيد استنتجتوا من عنوان الفيديو ومن كوبايه الموكا اللي انا عملتها دي ان انا النهارده ناويه اعمل حاجه مختلفه خالص عن الحاجات اللي انا عملتها في قناتي. قررت اعمل ميكس ما بين التحديات اللي بنعملها في قناه نور ونادين والفلوجز واللايف ستايل والحاجات اللي ليها علاقه سوري لو في دوشه، والحاجات اللي ليها علاقه بالاكل والشغل البيت والكلام ده اللي انا بعملها في قناتي. قررت ان انا هعمل النهارده يوم كامل بحرف الميم، اكل وشرب وشغل بيت وروتين وحاجات كتير جدا يعني. فيلا مش هنضيع وقت ونرغي كتير، هنروح دلوقتي حالا على السوبر ماركت انا ونادين ونجيب اي حاجه بحرف الميم ونشوف ممكن نعمل ايه. يلا بينا. جهزتي يا نادين؟ بصوا يا جماعه الوضع المأساوي اللي احنا فيه، احنا عايشين على البلاط حرفيا، شقه فاضيه خالص. ايوه يا جماعه احنا افتقرنا وبعنا الكنبه بتاعتنا، بس الحمد لله عندنا كرسي. ايوه بالظبط، نادين قاعده على البلاط. انا كان بقالي كتير قوي يا جماعه من ساعه ما جيت الشقه دي وانا عايزه اخلص من الانتريه اللي عندي واجيب حاجه مودرن اكتر، والاسعار غليت جدا جدا جدا، فما صدقت لقيت فيه اوفر وجبت انتريه وبعت الانتريه بتاعي، واحنا دلوقتي مستنيين الانتريه الجديد وهجيبه لكم بقى ان شاء الله في الفلوج الجاي، هوريكم هيبقى عامل ازاي، فستي تيوند خليكم معايا عشان تشوفوا الانتريه الجديد. قولي معايا يا نادين. مخلل. مين مخلل؟ مكرونه عشان نعمل مبكبكه. مندوبي. لا يا حبيبتي مش هيصه هي، ولا مندومي ولا بتاع. مناديل. اوبا مناديل بحرف الميم. يلا بتعملي ايه هنا يا حبيبتي؟ بدور على حاجه بتبدا بالميم. انت مالك؟ انت حشره نفسك دي تصوريني. مريبو. لا شكرا. بس هجيب 2. يا نادين مش نادين بطلي استعباط. عايزه ايه؟ لا ماشي. ده بكام ده؟ 5 جنيه ماشي. ورجعنا من السوبر ماركت يا جماعه، ودي الحاجات اللي جبتها كلها بحرف الميم، وهقول لكم دلوقتي على الخطه اللي ناويه اعملها عشان اليوم كله يمشي بحرف الميم. اولا ايه ده؟ وطبعا نادين كلت المارشميلو اللي انا جبته لها، كنت عايزه اوريكم في الفيديو. تعالي اقعدي. بس هي الهنا مكلته الحمد لله. كلت كيسين مارشميلو ليه؟ 8. طيب الفطار هيكون مش ومربى، مش طبعا حادق ومربى حلوه، هيتاكلوا مع المنين. منين؟ ايه؟ منين؟ 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 ايوه هو منين؟ مش عارفه منين. انا مش بسألك هو منين؟ منين؟ اعتقد من اوسكار. لا انا مش بقولك هو منين، انا بقولك هو منين. منين ده؟ منين؟ هو منين؟ منين يعني ايه؟ هو منين؟ ايوه يعني ايه منين؟ يا بنتي منين؟ هو منين؟ من اوسكار. ايوه لا مش من اوسكار، هو منين؟ منين؟ هو حتى مش عارف. هو حتى مش عارف منين. ايوه هو احنا هجيب لك حاجه ما اعرفش هي منين، خلاص اتكلي على الله. طب يا جماعه زي ما انتم شفتوا كده نادين جاهله مش عارفه المنين. من اوسكار. يا دي النيله. طيب والحلو لنادين ميكس موز، ميكس موز، وممكن انا اخد مانجا عصير. لقيت مناديل وفرحت قوي بيها لان انا كنت عايزه اشتري مناديل، فبما ان احنا حرف الميم في امان يعني. الغدا بتاعنا بقى يا جماعه هيبقى حاجه اسمها مبكبكه، اول مره اعملها ومتحمسه جدا ان انا اعملها لان انا كنت بشوف لها فيديوهات كتير على تيك توك كان بيبقى شكلها مغري قوي. هي مكرونه ليبيه، مكرونه ليبيه بتتعمل مع اللحمه والبصل، ومعانا كمان مخلل. جاي اخد منين؟ منين؟ هتاخديه منين؟ والحلو مريندا. وده موز، هو الفاكهه الوحيده اللي بحرف الميم تقريبا اللي لقيتها فيه. ايه؟ مانجا ما هو مش اول المانجا، وفي مانجوستين ومش عارف ايه يعني، ده كل ده فاكس. المهم ان ده موز. وكده يتفضل عندنا العشاء، ولو في حاجه حلوه انا بصراحه مش عارفه. في بقى رمضان جاي خلاص، كل سنه وانتم طيبين، بيبقى في حاجه اسمها متدلعه ومتشخلعه وحاجات كده، ممكن نبقى نعملها في فيديو تاني يعني. فهنخلص كده الفطار والغدا ونشوف نفسنا هتروح ايه للعشاء. يلا بينا. يلا بينا. بس استنى، لا طبعا غير ان انتوا هتعملوا لايك وسبسكرايب ده طبيعي.
اليوم مش اكل بس، اليوم لازم يبقى فيه حاجات تانية كمان. فاول حاجه هعملها بعد ما رجعت من السوبر ماركت ان انا هشوف ايه الحاجات اللي ممكن اعملها غير الاكل بحرف الميم واعملها. فيلا تعالوا معايا نشوف بقى احنا وحظنا. ايه ده؟ مامي قلت لك محدش يستعمل البتاع بتاعي. حرام عليكي. لا ايه ده؟ هجيب لك واحده. يلا. ادي يا جماعه المش اهو. جهزت طماطم متقطعه وعليها طحينه وزيت، وادي معلقه المش. طبعا ما بناخدش كتير عشان ما يبقاش حامي قوي اهو. ونقلب نقلب نقلب. وادي المربى. ويلا بينا على الفطار. وبما ان حرف الميم هو اللي مسيطر على الموضوع النهارده يا جماعه، فقررت ان انا مفطرش على الترابيزه. انا ونادين هنفطر على الملايه. جبت الملايه دي بتاعه البيكنيك، الملايه الحمراء دي. هتعمل فستان فرشي كده بقى على الارض. يلا هاتي الحاجات من فوق. بصي يا ستي، دي مربى. دي منين؟ منين؟ قولي انت منين؟ من العرب. من اوسكار. وده مش، ودي مانجا بتاعتي، وده موز باللبن بتاعك. عندك الاوبشن ان انت تاكلي الحادق وبعدين تحلي بالمربى. مش منين؟ دوقي يا ستي، دوقي يا رفيق. غريب شوية. بقسماط بس بشكل غريب. طب دوقي بقى بالمش. لا لا ايه؟ انت اللي مش. لا. ايه رايك؟ لا حلو. طبعا يا جماعه هتسالوني هي نور راحت فين. نور عندها درس نزلت وبعدين هترجع معانا على الغدا بقى عشان نكمل ملحمه حرف الميم. دلوقتي نادين عارفه ايه هي الحاجه المهمه قوي في الروتين بحرف الميم؟ مفرش. حاجه هتحبيها قوي. ملامح. لا، ميم اكشن، حاجه بتعمليها. حطي اي حاجه هنا، حطي الموبايل. حطيها يلا. اهو ميم مذاكره. تعالي نكمل الفطار. نادين تعالي. طب نفطر يا حبيبتي. تعالي. مذاكره ميم. مش عارفه ايه اللي مش عاجبك. ده حرف الميم. ده حاجه متفصله عليها يعني. مامي. نعم شكرا. هكمل انا الفطار بقى. ميعاد وجبه الغدا، وقررت ان انا اعمل حاجه اسمها مبكبكه. مبكبكه اسمها جميل جدا بصراحه. المبكبكه دي اكله ليبيه بتتعمل بطريقه معينه كده مع البصل واللحمه والصلصه، وبيبقى شكلها اصلا تحفه. عندنا هنا بصل ولحمه متقطعه صغير ومكرونه وصلصه. ادي يا جماعه البصل اتشوح وابتدى ياخد اللون الذهبي. يا سيدي يا سيدي. نحط صلصه عشان تحمر، وقال لك نحط معلقه سكر عشان الحموضه. حاضر. ونسيبها بقى لغايه ما اللحمه تستوي.
وعلى بال ما اللحمه تستوي، انتوا عارفين اللحمه بتاخد وقت في السوا، دي لحمه كندوز، فهنعمل حاجه بحرف الميم برضو، الا وهي المواعين. الميم مواعين. طبعا مش هنقول غسيل المواعين، هنقول مواعين بس عشان المواعين كده كده لازم تخلص، حتى لو هي بحرف الصاد لازم تخلص. زي ما انتم شايفين كده الطماطم اتسبجت واللحمه يعني ابتدت تخش في السوا. هنحط المكرونه نيه وبعدين نزود ميه مغليه. بصوا هنسيبها بقى على النار كده لحد ما تشرب الميه ونشوف هتبقبق ازاي. وكده يا جماعه انتهت الميم مواعين، ويلا بقى نشوف المكرونه. ادي المبقبقه اهي بتبقبق وقربت تخلص، وهنغرفها بقى في اطباق وندوقها. وادي المبقبقه اهي بعد ما غرفناها يا جماعه، مكرونه مبقبقه ومعاها مخلله مخلل. يلا يا رب تطلع حلوه، يعني انا وانا بدوقها كانت ظريفه. لا بصي هي اكيد مبقبقه، اكيد مبقبقه صح؟ هي سخنه قوي. ايه حلوه بجد؟ ايه ده بجد؟ وانا مش عارفه ادوقها عشان سخنه. فيري بقبيقو، تحسيها خضار كده بس مكرونه. لا ايه حلوه؟ طعمها خضار سوتيه. هما في ليبيا بيعملوها سبايسي، بس انا بقى قلت ايه بلاش. ليه مش سبايسي خالص؟ وسبايسي ما فيهاش ميم. مثلا ايه ده، لسه مكتشفه حالا اني جعانه. مش حلو لو اللحمه مستويه. حلوه المبقبقه يا جماعه، اعملوها. ايوه وبعدين سهله جدا، كلها بتتعمل في حله واحده. دي احلى حاجه فيها. يعني ايه حله واحده؟ حله فيها بصل ومكرونه ولحمه وكل حاجه. محلله. تاخد 8 من 10. يعني تحبيها اكتر من المكرونه وايت صوص؟ ايه ممكن. اقترح عليا انشطه اعملها بحرف الميم يا جماعه بعد الاكل. مكسرات. ماشي. حلوه دي. ايه؟ حتى عم شبر انا وراسي. دلوقتي انتوا عايزين حاجه حلوه مش كده؟ ممكن مولتن كيك. ممكن زلابيا. ايه زلابيا دي؟ ميم مولتن كيك. موتيلا. موتيلا. موتابيلا. انا فاكره الملكي عنده حاجات كده. ملكي. اساميها مامي غريبه. موز باللبن. موز باللبن؟ ما انت شربتيه الصبح. المسخسخه. مسخسخه ليه ناديني يعني دلوقتي؟ هاكلكم مسخسخه. ايه المسخسخه دي؟ مش عارفه. مامي اكيد مسخسخه. مكتوب المسخسخه اهي. ماشي يا ماما. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. من فضلك عندك مسخسخه؟ تمام. انت اللي منطقتي ايه؟ الشيخ زايد. عايزه واحده مسخسخه. الو. واحده مسخسخه. واحدة مسخسخة. ايوه. وعايزه واحده مهلبيه. واحده مهلبيه. فضحتوني قدام الراجل وعمالين تضحكوا ليه؟ ايه المشكله؟ انت بتقولي عمال قدام انت اللي مسخسخه حرفيا. لو سمحت عايزه واحده مسخسخه. هاي يا جماعه المسخسخه واضح فيها ان هي كيك وفوقيه كراميل، ودي مهلبيه عاديه خالص. تعالوا الاول ندوقها ونشوف طعمها ايه وبعدين نوريها لكم من جوه. انا بحب رقم 7 دي يا جماعه النسخه المصريه من التريليتشي. اللي يعرف التريليتشي عباره عن كيك كده في لبن في حاجات في قشطه في كريمه. انا مش بحب الكيك. هي طعم الكراميل اللي فيها بس رخم شويه. تو ماتش. بتفكرني بطعم السمك. جبتوا لي دي ام هبايه. طب انا عندي فكره بقى، اقطع عليها حته موز وتبقى مهلبيه بالموز. ميم انا ممكن احط عليها دي وتبقى او نحط عليها موز تبقى مهلبيه مسخسخه. مهلبيه مسخسخه. مسخسليه. فكروا يا جماعه ما نطلعهمش معايا في فيديوهات تاني. مسخلبيه. انا اكتفيت بهذا وهطلع مشي راست بقى واقوم بالمهمه بتاعه حرف الميم مشي. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ يلا يا راست
يلا نتمشى. عندي مشكلة مع راستي يا جماعة، ان انا مفروض امشيه 45 دقيقة في اليوم عشان يبقى صحته كويسة وطاقته حلوة، وكمان عشان يخس لان هو تخن جدا، يعني حتى راستي تخن. فانا طبعا اليوم بياخدني وبيبقى ورايا حاجات وكده فما بنزلوش، فعشان كده هو تخن. بص تخن ازاي يا جماعة. فانا بقى لازم اركز الفترة دي ان انا امشيه كل يوم 45 دقيقة. المناقيش وصلت يا عيال. خدي يا نادين، خدي منقوشتك. شكرا يا مو. عفوا حبيبي. عامله ايه في المذاكره؟ ايه؟ مذاكره بالميم. ميم ايه؟ ميم مذاكره. في ميم من المذاكرة يعني؟ ميم؟ ميم حرف الميم، مش احنا بنشتغل حرف الميم النهارده طول اليوم؟ ايه؟ ذاكري. مذاكره. ذاكر. المذاكره. ذاكر. يلا. وجي وقت العشاء يا جماعه، اخر حاجه في اليوم، وجبت المناقيش. المنقوشه بتاعتي عباره عن جبنه قشقوان بالبسطرمه. بصوا الحقيقه انا باكل حاجات غريبه النهارده، مبكبكه ومسخسخه وقشقوان وحاجات غريبه قوي. انا ما ادوقها بحب عجينه المناقيش دي قوي، بس هي تقريبا بردت منه في السكه. ومعايا المريندا بتاعتي، ودي تبقى نهايه لطيفه اليوم كده اللي مليان تعب ده. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. كل سنه وانتم طيبين. الفتره اللي جايه كلها مناسبات، عيد الام ورمضان، ويا رب تكون ايامكم كلها حلوه يا رب وكلها اعياد، واشوفكم الفيديو الجاي.